انا بسال دلوقتي سؤال لكل مسؤول، ايه سبب سحب ارض اكتوبر من نادي الزمالك؟ انتوا ناس وسخه. احنا دلوقتي كسرنا ال 105 وعمالين نعد والمشاكل بتزيد وفسخ العقود بقى واضح. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. القرارات الفنيه جوه الزمالك اصلا مرتبطه بالارض. انت لغايه دلوقتي احمد عبد الرؤوف نفسه مش عارف هو مكمل ولا لا. يا نهار اسود يا نهار اسود بسبب مشكله الارض. كله بيقع ورا كله. انت بديت الموسم بشكل، المنحنى دلوقتي بقى كده. واحده ابكي. انت واقف بس بفضل ربنا وبفضل الجمهور وبفضل ان ده الزمالك يعني، فنمسك نفسنا يا جماعه. ايوه همسك نفسي لغايه امتى؟ لما لعيب يلعب في الملعب واحس ان هو مقصر، انا هقول له ايه اصلا؟ اديني الحقنه بسرعه ارجوك، محتاجه الجرعه. اديني الحقنه بسرعه ارجوك، انا عايزه الجرعه. انا كمشجع هقول له ايه؟ انا كمسؤول هقول له ايه؟ انا كمدير رياضي هعمل معاه ايه؟ سلمنا على امك. ليه بعثه فريق مصري تعاني الامرين وهي مسافره جنوب القاره في مهمه رياضيه وطنيه لمجرد وجود عوائق ماليه؟ ليه؟ حول ولا اضرب كف بكف يا حاج، لا حول ولا قوه الا بالله. اللي مولود في بقه معلقه ذهب مش هيحس بيا، ده كده كده. بس اللي زيي تعب. اللي لسه بدعي وانت اللي تدفع قلب الدعوه، ابن خيام مصفي.